السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنساوش الضغط على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. اليوم حبيت نهضر لكم على ظاهرة شائعة بزاف وناس متعرفش خطرها، اللي هي كتابة الأسماء على السجادات الصلاة. بزاف ناس يشوفوها عادية ويشريوا سجادة باسمهم أو باسم شخص آخر، ولكن هذا الشيء صحيح. اليوم نشرح لكم بالتفصيل. أول حاجة لازم نفهموها أنه كتابة الأسماء على السجادة راهي مكروهة عند بزاف من العلماء، حتى لو كانت الصلاة صحيحة. لماذا؟ أنه السبب هو أنه احتمال امتهان الحروف، يعني الإنسان يحفظ الحروف بالأقدام وهو يصلي، وهذا يقدر يشتت الخشوع تاع الإنسان، وتزيد الكراهة ولا توصل للتحريم إذا كان الاسم من الأسماء اللي فيها تعظيم، كما عبد الله ولا محمد. هنا الخطورة تكون كبيرة، كيما الإنسان هنا يقدر يدوس على الاسم بلا وعي، وهذه حاجة غير مستحبة. النصيحة تاع العلماء قالوا لك خلي السجادة بلا اسم، خليو سجادة بسيطة باش يكون التركيز كامل على الصلاة والخشوع، وما يكونش أي حاجة تلهيك أو تقلل من احترام الصلاة. الخلاصة أنه السجادة راهي مجرد وسيلة، والأجر ديال الصلاة ما يجيش من الاسم ولا التزيين، بل من النية والخشوع والعمل الصالح. إخوتي، ديننا راهو ساهل وما يحتاجش تزيين باش نقربوا لله. خليو السجادة بسيطة وركزوا على الصلاة والخشوع. كتابة الأسماء على السجادة ممكن تبدو عادية، ولكن فيها خطر على العبادة، خاصة كل واحد يكون واعي باش ما يدخلش في المكروه أو البدع الصغيرة. إذا عجبكم الفيديو ديروا اللايك وسبسكرايب للقناة، وشاركوا الفيديو مع أصحابكم وعائلتكم باش يوصل التحذير لكل الناس.